عليكم كي راكو دايرين البنات الامهات كي دايرين كاع مزيانين. اليوم ان شاء الله جبت لكم حاجه بسيطه غراتان ساهل وكيجي لذيذ. بغيت نعطيكم فكره عليه. هذا الكراتان شنو غادي نحتاجو؟ كميه نتاع البطاطس دائما كتبقى على حسب عدد ديال افراد الاسره. هنا خديت انا 3 ديال البطاطات قطعتهم دوائر كما كتشوفوا وسلقتهم في الماء والملح. سلقوهم يعني سلقه عاديه. خديت كذلك كميه نتاع الشوفلور اللي سلقته كذلك في الماء والملح. هذا الكراتان غادي نديروه بالشوفلور وكيجي هائل. غادي نحتاجو شويه نتاع الجبن باش نديروه من الفوق. غادي نحتاجو شويه نتاع الشامبينيون. تقدروا ديروا اي حاجه اخرى كما تقدروا ديروه حافي ما ديروش فيه لي شامبينيون. خاص اصلا شوفلور كيعطي اللذه ديالو. كيبقى اختياري كما قلت لكم، ولكن المذاق نتاع نتاع الشامبينيون كيتواتى بزاف مع الشوفلور. جربوه وغادي تكتشفوا هاد الحاجه، يعني كيعطي واحد اللذه رائعه وكيتواتاو مع بعضياتهم. يعني كما شفتوا مقادير سهله. كنحتاجو صلصه البيشاميل اللي راني ديجا درتها فيديو الكيفيه ديالها، نتمنى تمشيو تشوفوه بحيث راها ناجحه. كما غادي نحتاجو في واحد المقله راني شحرت بصله كما كتشوفوا، شحرتها عندي هنايا الضو ضارب، شحرتها حتى ولات تكرملت بحال اللي تعسلت. ملي كتعطينا هذا اللون هذا كتعطي واحد المذاق هائل. لها شويه الزيت وبصله كبيره وشويه ديال الملحه والابزار. نزلتها حتى نزلت لي وتعسلت بهذا الشكل. غادي نضيف لها لي شامبينيون فكاع كما تقدروا تعوضوه بواحد الطون، تقدروا تعوضوه شويه ديال الكفته اولا شويه نتاع لادان شويه نتاع صدر الدجاج. داكشي كيبقى اختياري. كما قلت لكم تقدروا ما ديروا والو. هذا الكراتان يجي زوين هكا في العشاء، حاجه خفيفه وبالطبع لذيذه، ولا تقدروا ديروه للغدا. غادي نخلي هاد لي شامبينيون يتشحروا مزيان مع البصله صافي باش نبداو نستفوا المقادير ديالنا في الصينيه. كما كتشوفوا الشامبينيون ديالي راه يتشحر صافي. غادي نطفي عليه. كما كتشوفوا انا ما استعملتش مقادير كبيره، يعني ما درت لا عطور لا والو، غير الملحه والبزار. هذا هو السر نتاع هذا الكراتان، كيجي خفيف وكيجي لذيذ بزاف. كنخليوه غير بالنكهات ديالو. كما شفتوا ماشي شي مقادير اللي كبيره. يعني بطاطا دائما نملحو البطاطا بالملحه وشيفلور بالملحه، وهذا هو الوقت نتاع الشيفلور، يعني راه متواجد في الاسواق، هذا هو الموسم ديالو. صافي كلشي راه عندنا واجد. بالنسبه للشيفلور ما غاديش نديرو هكا شجيرات، غادي نحاول نقطعه دي مورسو هكا نقطعو هكا. حيت انا عندي شوفلور ديالي صغير، دائما قلت لكم خديو الشوفلور صغير شريوه صغير لحقاش كيكون حلو، المذاق ديالو كيكون رائع. شفتوا قطعته غير هكا يعني مرصويات. صافي نديو الاخر ديالنا. كناخذ اول حاجه كنديروا شويه نتاع لاصوص بيشاميل. دائما كنديروا شويه في الاسفل باش كلشي يكون عندنا فيه النكهه. كما كتشوفوا عندي شي كتل هنا راهم ماشي نتاع الدقيق، حيت انا ديما في لاصوص بيشاميل كرني واحد 2 مرصويات نتاع الجبن العادي المثلث. غادي ندير فوقو البطاطس كامله اللي وجدت. من بعد ما درت البطاطا كلها غادي ندير شويه نتاع لاصوص بيشاميل من في الفوق، شويه هكا باش كما قلت لكم كاع المذاق يكون عندي. وغادي ندير ديك الخليط نتاع البصل والشامبينيون نوزعه. وزعنا شامبينيون والبصله. دائما نديروا شويه تاع البيشاميل ما بين الطبقات. ودروك ندير الشوفلور نوزعه كذلك بهذا الشكل هذا. صافي غادي نغطي كلشي بصلصه البيشاميل اللي عندي. غادي ندير شويه نتاع الجبن، وانا الفران ديالي راه يسخن. ندخله للفرن على درجه ديال الحراره متوسطه، ما تكون لا مجهده ولا ناقصه، حيت راه عندنا كلشي طايب. غادي ندخلوه، غادي نخليوه غير يطبخ واحد الطبخه هكا نشوفوه طبخ، غير باش دوك البيشاميل يدخل لي مع البطاطا، تشرب لي البطاطا البيشاميل، يشرب لي الشوفلور كذلك. نهبطوها لتحت كغاتينا تعطينا واحد اللوين زويون. صافي ونحيدوها وان شاء الله نقدمها لكم بالصحه والراحه.
وها هو الكغاتان ديالي خواتاتي ملي طاب وخدا لي واحد اللوين من الفوق، كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوه، اكيد غادي ينال اعجاب ديالكم. كما شفتوا سهل وما فيش شي حاجه اللي كبيره، ودغيا دغيا كيوجد للعشاء للغدا داكشي كيما بغيتو. غادي نقطع لكم به شويه. انا هاد الكغاتان خاصة عندي الوالد ديال راجلي، حنا نقولوا شيخي، يعني شيخي يعني باين راجلي، كيعجبوه بزاف هاد لي كغاتان ودائما كيعجبوه من كنصاوبهم. شوفوا كيفاش من كنقطعه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على لايك، الاشتراك في القناه والتعليقات ديالكم اللي كنتظرها. بالصحه والراحه خواتاتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع شي واتسافا. الى اللقاء.